أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك امرأة برج القوس. النهاردة هنتكلم عن قراءة عاطفية من غدا يوم 11 فبراير لغاية يوم 29 فبراير لعام 2024. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات الأولى والثانية والثالثة، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعلي زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. امرأة برج القوس، صمتك بيعذبه بالرغم من إنه محتار بسببك وعاوز يرجع لك. أنا قلت في الفيديو السابق إن الفترة اللي جاية دي هتلاحظ إن في اتنين، واحد يريد الرجوع وهيموت عليكي وبيبكي عليكي بدل الدمع دم، وآخر صفحة جديدة مع بداية جديدة مع حب جديد لامرأة برج القوس. طب هنشوف حكاية أخينا ده اللي كان في حياة امرأة برج القوس سابقا. إيه اللي بيحصل معاه؟ إيه اللي بيشعر بيه؟ إيه وضعه العاطفي بعد ما ساب امرأة برج القوس؟ هو بالفعل أصبح في حالة من الحيرة، أصبح في حالة من الكسل، أصبح في حالة من التدهور الصحي والمهني، أصبح في حالة من التعب والحزن الداخلي، لأنه شعر بقيمة امرأة برج القوس، شعر بأنه فات كنز عظيم، شعر بأنه يوم من أيام امرأة برج القوس بألف يوم من حياته بعيد عنها. فصمته صمتك انت وسكوتك بيعذبه، لأنه هو عايز يشوف راسه من رجليه، هو عايز يرجع وخايف يرجع علشان ما يتكسفش، لأنه هو اللي عمله من تجاهل ليكي، من تعب أعصاب ليكي، من إنه عاش حياته بالطول والعرض ومهمهوش زعلك. ولكن هو الآن في حالة نقول عليها حالة حزن عاطفي، حالة حزن عاطفي، يريد الرجوع وهيرجع. يعني هو بيدبر حاليا، نقول بيدبر الوقت المناسب علشان يرجع، وبيحاول من بعيد لبعيد يجس النبض. يعني ايه يجس النبض؟ يعني بيشوف هل امرأة برج القوس هترضى انه يرجع في حياتها تاني. هل في حياة امرأة برج القوس ظهر الفارس اللي هو هيخلي امرأة برج القوس تنساه؟ بيدور، بيبحث. يعني هو برضه بالرغم من كده يعني بيبحث وعايز يتأكد تماما، علشان عايز لما يرجع يتلاقى الطريق أمامه مفتوح. بيحاول أيضا يسعى إنه يحاول يوسط ناس بينك وبينه، يحاول يعمل أي شيء يلفت نظرك، يعمل نفسه ساعة تقيل، يعمل نفسه ساعة إنه ما هممهوش، يعمل نفسه إنه هو ما فرقاش معاه. ولكن زي ما أنا بقولك هو الآن في حالة حزن عاطفي يملأ قلبه وحياته، وأصبح في حالة من التدهور، نقول العاطفي، المهني، الصحي، في كل الأوضاع. امرأة برج القوس كمان في أخبار سارة بالنسبة ليكي، وأنا قلت في الفيديو السابق وارجعوا ليه إن في ظهور نجم جديد في حياتك. النجم ده هيشقلب حياتك، هيغير حياتك، هيغير أوضاع، من وضع سيء إلى وضع أحسن، من وضع حزن لوضع فرح، من وضع كآبة لوضع سعادة، من وضع إن يأس إلى وضع التزام وإرادة قوية. فهتكون امرأة برج القوس بالفعل الفترة القادمة دي في حالة من الانطلاق، سواء على المهنة، في العمل،
سواء في العاطفة حتى في الصحة. امرأة برج القوس زي ما قلنا حالتها النفسية بتؤثر على حياتها، الحالة العاطفية بتؤثر على حياتها النفسية. يعني إيه؟ لما هي بتزعل بتأثر على نفسيتها، فالجسم نفسه بيتلخبط، بتشعر بأعراض صداع، بتعب، بإرهاق، بعدم نوم، بتعب في كل جسمها، بتشعر إنها معرفاش إيه اللي هو تعبها بالظبط. ولكن دي هي زي ما قلنا بعض أعراض نفسية، لأن ممكن تكون امرأة برج القوس بالفعل هي تعذبت كتير وتعبت كتير، فعليها ضغط وحمولة شديدة. ولكن حان الآن الوقت إن امرأة برج القوس في هذا العام الجميل هتكون نجمة منطلقة من السعادة والفرح حتى لو طال الوقت، لكن هيكون إن شاء الله الفترة اللي جاية في أخبار سارة ليها ونتائج ملموسة ليها وحياة جديدة ليها وانطلاقة وبداية جديدة على كافة الأصعدة. ولكن زي ما احنا تعلمنا كله بتوقيت إلهي، وعندما يشاء القدر أن يجمعك مع من تحبيه ومع من تريديه مفيش قوة هتمنعك من التجمع بينك وبين حبيبك. أنا مش هطول عليكي، ولكن لو عجبك الفيديو شرفيني بالاشتراك وشوف تعليقاتكم، وإلى اللقاء.